اللي في الصورة قدامكم ده دكتور هاربي كرابن. اتهموه بقتل زوجته واتحكم عليه بالإعدام، بس بعد 100 سنة ظهرت براءته واتضح إنه اتعدم ظلم. اللي حصل من البداية إن في لندن يوم 31 يناير سنة 1910 دكتور هاربي كرابن وزوجته بيل كانوا عازمين 2 من أصدقائهم على العشاء، واللي هم بول وصديقته كلارا، والاتنين دول كانوا بيشتغلوا مع بيل في جمعية خيرية هم ومجموعة تانية من أصدقائهم. في اليوم ده بعد العشاء دكتور كرابن قرر إنهم يتسلوا ويلعبوا كوتشينة، ووقت ما كان كرابن وبول وكلارا مندمجين في اللعب وقفت بيل وبدأت تحكي قصة لأصدقائها. بيل كانت في الأصل مغنية وممثلة وكانت بتعشق لفت الأنظار ليها. دكتور كرابن لما شاف بيل بتحاول جذب الانتباه ليها لوحدها شاور لها تقعد علشان يكملوا لعب، بس هي اعتبرته مش موجود، وبالفعل حكت لأصحابها القصة وكالعادة عجبتهم وسقفوا لها. بعد بال ما خلصت فكر دكتور كرابن يرجع يكمل لعب مع الأصدقاء، بس اكتشف إن الوقت اتأخر وهم قرروا يروحوا. أول ما وقف علشان يودعهم بيل قالت له يروح بسرعة يجيب عربية توصلهم لبيتهم. في الوقت ده العربيات كانت عبارة عن حنطور بيجروا حصان، وبيل أكدت على دكتور كرابن إنه يختار العربية اللي هيجيبها وما تكونش قديمة ومتهالكة. رغم كل تحكمات بيل دكتور كرابن حط وشه في الأرض وخرج يدور على العربية، وبعد ساعة بالظبط رجع للبيت ومعاه عربية قديمة جدا، واعتذر لأصدقائه لأنه ما لقاش غيرها. الأصدقاء ما كانش عندهم مشكلة وشكروا دكتور كرابن وركبوا العربية ومشوا. وقتها بيل دخلت البيت مع دكتور كرابن وبدأت زعيق وإهانة في جوزها، وقالت له إنه ضعيف ومستهتر ومش قادر يعمل أي حاجة كويسة ولا حتى إنه يختار عربية. وفجأة جابت صورة لشخص كانت تعرفه وقالت لكرابن إنها ممكن تسيبه وتروح تتجوز واحد أحسن منه في أي وقت زي ما عملت قبل كده، وهددته إنها هتسيب البيت وتمشي. رغم كل اللي بيحصل ده دكتور كرابن مردش على بيل واكتفى بسؤالها يا ترى تحب تشرب معايا من المشروب بتاعه ولا لأ. سكتت بيل شوية وبعدها ردت عليه بمنتهى البساطة وقالت له إنها هتشرب معاه، وخلص اليوم على كده. وطلع دكتور كرابن وبيل أوضتهم وناموا. وتاني يوم صحى دكتور كرابن واكتشف إن بيل سابت البيت وأخدت كل أغراضها معاها. في اللحظة دي فرح دكتور كرابن إنه خلص من علاقة سامة في حياته وراح شغله في عيادة دكتور الأسنان اللي بيشتغل عنده صيدلي ومسؤول عن تحضير المهدئات ومواد التخدير اللي بيستخدمها الدكتور. بعد يومين بالظبط من اللي حصل كان في اجتماع في الجمعية الخيرية اللي بتشتغل فيها بيل، وبما إنها أمينة صندوق الجمعية ما كانش ينفع أبداً يبدأوا الاجتماع من غيرها، وفضلوا مستنيين وصولها لأنهم أصلاً ما يعرفوش إنها سابت البيت. بعد فترة من انتظار بيل وصلت للجمعية مساعدة الدكتور كرابن واللي اسمها أسل، وسلمت أعضاء الجمعية ظرف من الدكتور كرابن وخرجت. الظرف ده اكتشفوا الأعضاء إنه في جواب من دكتور كرابن وبيبلغهم فيه إن زوجته بيل اضطرت تسافر فجأة لأمريكا لأنها عرفت إن قريبتها مريضة. وكان في الظرف مع الجواب كل حاجة تخص الجمعية كانت موجودة مع بيل. وقتها أعضاء الجمعية استغربوا من سفر بيل المفاجئ وإنها ما بلغتهمش بنفسها، ومع ذلك ما شكوش في اختفاء بيل وعقدوا اجتماعهم. وبعد أسبوع كان ميعاد لحفلة خيرية دايماً بتأسسها الجمعية، وكنوع من الذوق بعتوا دعوة الحفلة للدكتور كرابن. وبالفعل يوم الحفلة حضر الدكتور كرابن، بس المفاجأة للموجودين إنه كان معاه المساعدة بتاعته أثل، وفضلوا يرقصوا مع بعض طول الليل. الموقف ده ضايق كل أصحاب بيل واتهموا كرابن بالخيانة. دكتور كرابن لما عرف إن أصدقائه بيتهموه بالخيانة سكت على اتهاماتهم دي حوالي شهرين، وبعدها أعلن وفاة زوجته بيل وقال إنها مرضت أثناء تواجدها في أمريكا وتوفت هناك. أصدقاء بيل ساعتها ما صدقوش كلام دكتور كرابن، وخصوصاً لأن علاقته بأسل اتطورت وبقوا طول الوقت مع بعض. ومن هنا بلغوا الشرطة باختفاء بيل واتهموا زوجها بإنه يعرف مكانها. في البداية الشرطة رفضت التحقيق في القضية وقالوا إن قصة الدكتور كرابن مقنعة، ولو بيل سافرت لأمريكا فصعب يعرفوا يوصلوا لها. أصدقاء بيل ما استسلموش لقرار الشرطة
واستمرت بلاغاتهم باختفاء بيل وكمان اتهام دكتور كرابن بقتلها، لحد ما بعد 5 شهور من اختفاء بيل استجابت الشرطة لبلاغاتهم. ويوم 6 يوليو سنة 1910 تم تعيين المحقق والتر دو للبحث في القضية. المحقق والتر دو كان من أشهر المحققين في لندن في الوقت ده، وما كانش بيمسك قضية غير لما بيطلع منها أدلة جديدة. أول حاجة عملها المحقق والتر أول ما مسك القضية هي إنه راح لبيت دكتور كرابن واتكلم معاه بخصوص اختفاء مراته، وكان متوقع إن دكتور كرابن هيحكي له نفس القصة اللي قالها لأصدقائه. بس اكتشف المحقق والتر إن دكتور كرابن بيحكي له الحقيقة والخناقة اللي حصلت بينه وبين مراته يوم 31 يناير، وإنها سابت البيت بإرادتها. وهو اختلق القصة دي لأن أصلاً كل أصدقائهم شايفينه عديم الشخصية، ومحبش يسوق صورته أكتر من كده قدامهم وتبقى بيل سابته وهربت، وفضل يقول إنها توفت في أمريكا تجميلاً لصورته قدام الناس. المحقق والتر اقتنع جداً بكلام دكتور كرابن وطلب يفتش البيت كإجراء روتيني. وبعد ما فتش البيت وما ظهرش فيه أي شيء غريب، قرر يتعاون مع دكتور كرابن ويكتبوا رسالة لبيل في الجرايد. وبالفعل اتشاركوا لمدة يومين في صياغة الإعلان والنداء اللي هيبعتوه لبيل علشان تسلم نفسها للشرطة. وفي اليوم الثالث اكتشف المحقق والتر إن دكتور كرابن مش موجود في بيته ومحدش يعرف مكانه، والمفاجأة إن المساعدة بتاعته أسل اختفت هي كمان. ومن هنا شك المحقق والتر في دكتور كرابن وراح مع مجموعة كبيرة من رجال الشرطة وفتشوا بيته. وأثناء التفتيش المحقق والتر لاحظ إن الدفاية الموجودة تحت السلم في بيت الدكتور كرابن الطوب المحطوط قدامها جديد ومش محروق. ولما قرب المحقق والتر من الدفاية وخبط على الطوب لاحظ إن الأرض تحته مجوفة، وبسرعة أمر رجال الشرطة بالحفر تحت الدفاية. ومع بداية الحفر ظهرت ريحة وحشة جداً، واكتشفوا إن تحت الدفاية حفرة كبيرة موجود فيها جلد بشري ومجموعة من الأمعاء البشرية وخصل شعر وكمان قطعة قماش مقطوعة من بيجامة. بتحليل كل الحاجات دي اكتشفوا إن خصل الشعر تخص بيل، والأمعاء موجود فيها كمية كبيرة من المهدئات اللي بيشتغل عليها دكتور كرابن وبيحضرها في عيادة الأسنان. وطبعا كده قالوا إن ده دليل قاطع على إن دكتور كرابن هو قاتل زوجته بيل. وتم البحث عنه والقبض عليه بعد يومين على متن السفينة، وكان معاه أسل كانوا ناويين يسافروا ويبدأوا حياة جديدة. في القضية دي تم الحكم على دكتور كرابن بالإعدام وتبرئة أسل والإفراج عنها، واتقفلت القضية وتحرز الجلد البشري اللي لقوه في بيت دكتور كرابن مع ملف القضية في مكتبة لندن. وبتعدي السنين وبعد 100 سنة القضية دي بتلفت نظر باحث جنائي وبيسأل نفسه لو دكتور كرابن قتل مراته بمجموعة كبيرة من المهدئات ليه قطع الجثة وليه احتفظ بس بالأمعاء والجلد البشري، ويا ترى اتخلص ازاي من باقي أعضاء الجثمان؟ الأسئلة دي دفعت الباحث الجنائي إنه يدور على إجابة، واستخرج أنسجة الجلد المحرزة مع القضية وأجرى عليها تحليل DNA وقارنها بتحليل DNA لأولاد أخو بيل اللي كانوا موجودين في الوقت ده. والمفاجأة بعد التحليل إن أنسجة الجلد البشري اتضح إنها مش لبيل، والمفاجأة الأكبر إن تحليل DNA أكد إن الأنسجة دي لذكر ولا يمكن تكون لأنثى. وبكده تم تبرئة الدكتور كرابن من قتله لزوجته بيل، بس للأسف بعد إعدامه. واستمر السؤال على ذهن المحققين، يا ترى أنسجة الجلد دي تخص مين؟ ومين بيكون المجرم الحقيقي؟